السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد وحكمة جديدة في حكمة وبزنس. النهاردة هنتكلم عن حكمة جديدة، هي بسيطة بس برغم بساطتها إلا إن هي مهمة جدا وإن شاء الله تكون مفيدة جدا سواء في البيزنس أو في الحياة العملية بوجه عام. وهي الحكمة دي بتقول امسك طرف الخيط. امسك طرف الخيط دي كلمة بسيطة قوي بس صدقوني هي فايدتها كبيرة جدا. النهاردة لو انا اديتك كرة خيط او يعني بكرة خيط وقلت لك لو سمحت البكرة بتاعت الخيط دي احنا عايزين نستفيد منها، نصنع مثلا منها قميص، فالطبيعي ان انت بتلقائيا هتعمل ايه؟ طبيعي ان انت هتمسك بكرة الخيط وتبدأ تمسك طرف الخيط ده اللي هو بداية البكرة، وتبدأ ان انت تسحب من البكرة دي شوية شوية تدريجيا بحيث ان احنا نستفيد من بكرة الخيط دي ونطلع منها الخيط كله ونبدأ ان احنا نعمل بيه النشاط او الحاجة المنتج اللي احنا عايزين نعمله. الحياة والبيزنس شبه بكرة الخيط دي، ان انت عايز تمسك طرف الخيط، تمسك البداية بتاعتها وتبدأ انك تسحب شوية شوية تدريجيا علشان تاخد الفايدة بتاعتها وتطلع النتائج اللي انت عايز توصل لها. يعني لو جينا نضرب مثال، لو انت مثلا في القاهرة او في مدينة من المدن وعايز تروح مدينة تانية زي الاسكندرية على سبيل المثال، فانت الطبيعي ان انت هتعمل ايه؟ الطبيعي ان انت هتشوف الخطة بتاعتك ايه وهتبدأ بداية بتاعتك من النقطة اللي انت واقف فيها. فدي حاجة مهمة قوي ان انت تشوف النقطة اللي انت فيها ايه وتبدأ في البداية بتاعتك انك تمسك طرف الخيط وتبدأ في الموضوع او في المشوار بتاعك او في البيزنس بتاعك او الموضوع اللي انت كنت عايز تبدأه ده. النقطة دي مهمة قوي لأن في ناس كتيرة يعني بتبقى حاطة يعني المشوار أو الموضوع النتيجة زي بلوكة كبيرة كده شبه كرة الخيط أو البكرة بتاعة الخيط الكبيرة دي، من غير ما يشوف إن هو يبدأ يحلها إزاي، مع إن هو لو مسك طرف الخيط بس هيلاقي إن هو تدريجيا يسحب منها وتلاقي إن الموضوع بيتحل بسهولة أكبر بكتير من إن هو يبص لها زي كورة كبيرة أو بلوكة كبيرة حتة واحدة. الموضوع ده برضو نقدر ان احنا نشبهه بالمثال بتاع لو انت رايح مشوار من مدينة لمدينة تانية بالليل مثلا، كشاف العربية مش هينور لك المسافة كلها، انما هينور لك مثلا ال50 متر الاولانيين فقط، وبعد ما تخلص ال50 متر الاولانيين هتلاقي نفسك شفت ال50 متر اللي بعدهم واللي بعدهم واللي بعدهم وهكذا لغاية ما تخلص المشوار بتاعك كله، مع ان انت الكشاف بتاع العربية ما كانش بينور لك غير 50 متر فقط او مسافة قليلة قدامك فقط، ما شفتش الطريق كله، بس مجرد ما خلصت مسافة شفت اللي بعدها واللي بعدها وهكذا. الحياة شبه كده، سواء كنت بتعمل بيزنس، سواء كنت في مذاكرة، سواء كنت في جزء مثلا زي الجيم او الرياضة او الكلام ده كله. الموضوع بيبقى كده ان انت تبدأ شوف البداية بتاعتك الاولية خالص البسيطة، وهتلاقي الامور بتمشي معاك تدريجيا بعد كده ان شاء الله. في جملة شهيرة معروفة بتقول مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وفي جملة كمان بتقول البداية نصف العمل والنظام هو النصف الآخر. بمجرد ما انت يبقى عندك خطة أو نظام وتبدأ بس في الموضوع ده هتلاقي ان الموضوع مشي بشكل كويس جدا وبسرعة أكتر مما كنت تتخيل في أغلب الأحيان. دايما مهم قوي انك تسأل نفسك طب انا ازاي هبدأ؟ انا الامكانيات اللي معايا هي كذا وانا عايز اوصل للنقطة الفلانية، طب انا ازاي هبدأ بحيث ان انت تمشي في المشوار بتاعك ده وتوصل للنتائج اللي انت عايزها من حيث انت موجود الان. النقطة اللي انت فيها دلوقتي هي دي نقطة البداية اللي انت تقدر تبدأ منها، ولو ناقصك اي امكانية تبدأ جمعها تدريجيا في المسار بتاعك والخطة بتاعتك. الآية القرآنية اللي بتقول فإذا عزمت فتوكل على الله، بمجرد ما انت تبدأ في الموضوع بس ابدأ في الموضوع وربنا هيكرمك. عشان كده في جملة بتقول كل شيء هيجي في وقته، بس انت كمل اللي بدأته ومنك البداية ومن الله التمام. يجي حد يقول لي طب انا دلوقتي مش عارف ابدا او انا اموري متلخبطه او مش معايا الامكانيات الكافيه او الكلام ده كله، هنا هقول لك الجمله الشهيره بتاعت ابدا مفركش. ابدا مفركش يعني بالامكانيات اللي موجوده حاليا بس ابدا، المهم ان انت تبدا. وكان في حد برضو بيسال احد الحكماء يعني فقال له ان انا بالمعنى يعني انجح ازاي، فقال له جو فيل او روح افشل، اللي هو يقصد بيه ان انت ابدأ جرب وخبط باللغة العامية، خبط بس كده وابدأ امشي في الموضوع وهتلاقي النجاح بعد كده يجي تدريجيا والخبرة تيجي تدريجيا. الجملة اللي حد من أصدقائي قالها لي قبل كده قال لي من جهلنا نخطئ ومن خطئنا نتعلم، المهم هو الاستمرارية. انت في الأول بيكون ما عندكش الخبرة
وعشان انت ما تعرفش الموضوع مثلا، فده من الجهل بتاعنا ده بنغلط، ومن الغلط اللي احنا بنغلطه ده بنتعلم. من جهلنا نخطئ ومن خطئنا نتعلم، وتلك هي الخبرة. والمهم هو الاستمرارية، والاستمرارية ده موضوع كبير لسه هنتكلم فيه بعد كده ان شاء الله بشكل اكثر تفصيلا من كده. لحد هنا بتكون حلقتنا انتهت معاكم النهاردة. امسك طرف الخيط. بشكركم شكرا جزيلا. لو الفيديو عجبك ما تنساش تضغط على زرار اللايك وتشترك في القناة وتشير الفيديو مع اصحابك اللي ممكن يكونوا محتاجينه. بشكركم شكرا جزيلا واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.